الخنفسة العجيبة طلعت فجأة مرايتها الجانبية وخربشت عربية رياضية قوية جدا. المنظر ده صدم الكل لأن العربية دي طلع صاحبها ماكس بطل السباقات. البنت اللي سايقة الخنفسة افتكرت إنها كده عملت مشكلة كبيرة وحاولت تنزل عشان تتكلم وتعتذر، بس الخنفسة بنفسها طلعت الشباك وقفلته وقفلت الأبواب كمان. وقبل ما البنت تلحق تعمل أي ردة فعل العربية جرت لوحدها ناحية خط بداية السباق، وده خلى الجمهور يتحمس أكتر وأكتر. الحركة الجريئة دي من الخنفسة استفزت ماكس كمان وطلب من البنت تحدي رسمي في سباق عادل. ماكس صرخ وقال شغلوا المحرك. البنت حاولت تقلده بس بالغلط شغلت المساحات. الحكم رفع ايده بالعلم. محرك الخنفسة عمل صوت قوي، وبعد انتهاء العد التنازلي الخنفسة لوحدها غيرت الغيار وداست بقوة على دواسة البنزين. البنت كانت مصدومة ومبقتش عارفة تعمل أي حاجة. الخنفسة انطلقت لقدام بسرعة رهيبة وسرعتها كانت بتزيد كل ثانية. حتى في المنعطفات الخنفسة ما كانتش بتهدي خالص. البنت ما كانتش عارفة تسيطر على الدركسيون نهائي، حتى الفرامل ما كانتش بتستجيب. الخنفسة كانت كأنها ماشية على وضع القيادة الآلي. ماكس بص في المراية فكر إن البنت وراه بمسافة كبيرة، بس لما لف وشه لقى الخنفسة جنبه بالظبط. ماكس لف بسرعة وخبط الخنفسة خلاها تفقد السيطرة. بص تاني في المراية ولقى عربيته هي اللي بقت قدام، بس دلوقتي البنت حست بشجاعة جديدة جواها. لما المحرك الكهربائي اشتغل هي رجعت لورا بسرعة، وده ادى الخنفسة دفعة قوية. ماكس افتكر انه هيكسب خلاص، بس البنت فاجأته بالسباق وهي بتجري لورا. ماكس حاول يعمل نفس الحركة التانية، بس الخنفسة داست بنزين بسرعة وبدأت تهرب من هجماته. وبعدين الخنفسة عملت شقلبة في الهواء على اسلوب كريستيانو. البنت غيرت الغيار التاني واسترجعت السيطرة الكاملة على العربية. بعد منعطفين حادين لحقت ماكس تاني، بس لما العربيتين قربوا من خط النهاية فجأة ظهرت عقبات كتير. البنت غمضت عينيها من الخوف، بس الخنفسة خبطت على طول في المصد الجانبي. الأربع عجلات اترفعوا من على الأرض والعربية اتزحلقت لحد خط النهاية. لما الخنفسة نزلت على الأرض تاني كانت كسبت السباق خلاص.